الندم حاجة صعبة جدا، ومحدش مننا عايز يعيش ندمان. وعلشان كده جبت لك 4 حاجات ممكن يوصلوك للندم لو ما انتبهتش ليهم وخليت بالك في اللي جاي من حياتك. ويا ريت تركز في الرابعة لأنها هتفرق معاك جدا جدا. أول نقطة: اللهوجة والتسرع في الحكم. ما تتسرعش في الحكم على الناس والمواقف، وعلى رأي المثل اصبر على الحامي تاكله بارد. يعني اهدى وانت هتعرف توزن وتفهم، وده أساس نجاح العلاقات ونجاحك في أي حاجة بعد كده على فكرة. ولأن التسرع ممكن يوقعك في خية الغلط ويخليك تندم على كلام وقرارات ما كانتش محسوبة ولا مترتب لها كويس جدا. ولو تفتكر السيدة عائشة لما المنافقين اتهموها بالزنا وفي بعض صحابة صدقوا وتسرعوا ومشوا وراهم عمياني من غير ما يكون معاهم أي دليل ملموس أو متشاف، ساعتها الموضوع ده أثر نفسيا في النبي صلى الله عليه وسلم وأثر في السيدة عائشة لحد لما نزلت براءتها في القرآن الكريم. فندم الصحابة اللي اتهموها ندم شديد جدا واعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم. وده درس كبير يعلمك الصبر والتأني، مش بس في الحكم على الناس ولكن في كل قرار هتاخده في حياتك، وفي كل مشوار هتمشيه، وفي كل سكة هتخط فيها. بالنسبة للنقطة التانية: أكل الفرص. الفرص عاملة زي المطبات اللي في الطريق، لو كلتها وموقفتش ليها وهديت هتضرك وهتأذيك. لازم تقف وتستوعب كل فرصة بتعدي عليك، لأن ساعات الفرصة ما بتجيش للبني آدم مرتين في حياته. ممكن الفرصة تكون جوازة في بنت بتحبك وتتمنى لك الرضا ترضى، شغلانة جاية لك بالصدفة في وقت لازم ولابد توافق فيه، لأن في أي وقت تاني هتضيع منك ومش هتيجي. في حياتك الاجتماعية أو في طلعة حلوة مع أصحابك، في قعدة كانوا أهلك ملمومين فيها ومرضتش تقعد معاهم مع إنك فوتت نص عمرك في الذكريات اللي كانت هتتحكي والتفريجة عن النفس اللي كنت هتحس بيها. ما تفوتش أي فرصة واستغلها، لأن الحياة ما بتستناش حد. وعلى رأي أبويا: عيش الحياة، ما تخليش الحياة هي اللي تعيشك. وبالنسبة للنقطة الثالثة: ما تهلفطش بالكلام. مش أول ما حد يخرك علشان تتكلم تبعتر كل اللي جواك ودود 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 ودود. خصوصيات الناس ما هياش لعبة، مش علشان ترسم نفسك في القعدة ويبان ان انت الواد الفرود اللي مقطع السمكة وديلها تتكلم على خصوصيات ده وخصوصيات دي وأسرار ده وأسرار دي والفضايح وما بتسكتش. وخصوصياتك انت كمان ما هياش لعبة، لازم تكتم على نفسك شوية وما تقولش نقاط ضعفك ولا خطواتك المستقبلية، علشان ما حدش يستخدم كلامك ضدك ويعايرك بيه في يوم من الأيام أو يهزمك ويلوي دراعك لأنك حكيت. والإنسان لما بيحكي بيتكشف للي قدامه، فلما تيجي تتكشف لحد لازم ساعتها تكون عارف انت بتتكشف قدام مين، لأن مش كل الناس بتستر ولا بتداري. وبالنسبة للنقطة الرابعة: قلة العلم بالناس. بتدي مشاعرك لأي حد وبتحب على روحك لحد لما هتقع على جدور رقبتك. ما تجربش المتجرب ولا تمشي مع المتعاص علشان هيعوصك وهترجع تندم بعد كده وتقول يا ريتني. طب ما الناس جربته، بتجربه انت تاني ليه؟ واعذرني لو هطول عليك شوية، بس افتكرت ست من أهل الصحراء شافت ديب صغير لسه مولود ووحداني مفيش حد معاه، فصعب عليها حاله وقالت وماله لما اخد ربيه مع الشاه بتاعتي النعجة يعني يشرب من لبنها ويتغذى. وفعلا خدت الديب. يوم عن التاني الديب كان بيشرب من لبن الشاه وكبر زي ما الست توقعت. بس في يوم الست خرجت علشان تقضي طلب من طلباتها ورجعت لقت مشهد فجع قلبها خلاها تبكي من الحسرة. لقت الديب فاتح بطن الشاه وبياكلها، باللغة العربية الفصحى بكر بطنها. فقالت بيتين شعر بعتز بيهم في حياتي: بكرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب، غذيت بدرها ونشأت معها، فمن أنباك أن أباك ذيب. ده أنت متربي معاها وشارب من لبنها، مين اللي قالك إن أبوك ديب ومتوحش؟ إذا كانت طباع طباع سوء فلا أدب يفيد ولا أديب. يعني على الأصل دور، لازم وانت بتعرف أي حد تدور على أصله وفصله وما تأمنلوش بسهولة علشان ما ترجعش تندم في يوم من الأيام. الندم دايما بيكون تمن الفكرة اللي ما خططناش ليها كويس، والقرار اللي خدناه من غير دراسة ولا تفكير، والفرصة اللي ضيعناها في لحظة جبن، سواء شغل أو جوازة أو حتى إجابة في الامتحان غيرناها. وعلشان كده لازم نكون هاديين في كلامنا وتصرفاتنا وردود أفعالنا وأحكامنا على الناس، بحيث ما نندمش مرتين ونعيش حياتنا بسلام. وأخيرا، لو فيديوهاتي أوقات بتظهر لك وأوقات لأ، فأنا اسمي أحمد أيمن. دور عليا لو جيت على بالك، ويشرفني تتابعني ونتلاقى في الجايات. سلام عليكم.